السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم شيوات مع حبيبة. غادي نشارك معكم اليوم واحد الطويجين خفيف ظريف بالكفتة توجدوه العشاء ولا الغدا. غادي نحتاج لهنايا درت شويه ديال الزيت في الطاجين، من احسن زيت بلديه او لا مخلطه على حسب يعني متوفر او لا شنو كتبغيو. ضفت واحد المطيشه محكوكه حبه كبيره، حكيتها وضفتها لداك الزيت وخليتهم كيتقلاو. غادي ناخذ الكفته ديالي اللي غادي نتبلها بشويه ديال البصله، شويه ديال المعدنوس وشويه ديال البزار والسكنجبير والخرقوم والقليل من التحميره. غادي نخلطو مزيان بحال هكا، يعني التوابل كلها كنديروها من غير الكمون وصافي، مع شويه ديال الملح. ضروري نملحوا هاد الكفته باش كتجينا بنينه وكتجي بنينه بهاد البصله اللي كنضيفو، كيجي الطويجين ديالنا لذيذ. صافي هنا غادي نخلطوا الكفته مزيان بهذا الشكل اللي غادي تشوفوا معايا. بالنسبه لهاد الطريقه كيجي الطاجين لذيذ بزاف. صافي هنا بعد ما خلطت الكفته ديالي غادي ندوز لديك المطيشه. هنا غادي نحتاج لها الطويجين، بصله مقطعه دواور، بطاطا حتى هي مع مطيشه والمزيودات ديال الحار والربيع بطبيعه الحال. هنا المطيشه ديالي بعد ما تقلت كنضيف عليها شويه ديال القزبور معدنوس. كيف ما شفتوا معايا المطيشه كنقليها في الاول باش كيجي داك الطاجين لذيذ، وفي نفس الوقت ما كتجيش فيه ديك الحموضه، كيجي واحد الطاجين يا سلام البنات، جربوه على ضمانتي. هنا درت الكفته اللي شكلتها كويرات صغار، وغادي نزيد فوق منهم البصله اللي قطعتها دواور رقاق. هنايا بالنسبه للكفته ما كنشحرهاش، كنخليها كيف ما كنديرها فوق ديك المطيشه، كنغطيها بالبصله باش ما كتفقدليش داك الماء كيبقى لداخل ديالها. هنايا كنخليها كتطلق داك ليدام ديالها باش كيجي الطاجين لذيذ. صافي هنا غادي نستف البصله ديالي بحال هكا، او غادي نزيد بطاطا حتى هي. بالنسبه للقياس البنات راه كديروا على حساب داكشي اللي متوفر عندكم. هنا غنضيف البطاطا عاد باش غادي ندير مطيشه. صافي غادي نستمر حتى نستف البطاطا كامله. بالنسبه للكميه ديال البطاطا كتبقى على حسب الافراد الاسره. هنايا درت جوج بطاطات كبار، قطعتهم دواور بحال هكا، مع حبه ديال البصله، مع حبه ديال المطيشه محكوكه وحبه مقطعه دواور وصافي. والربيع هذا هو الطويجين ديالنا. صراحه كيجي لذيذ هذا الطاجين. الا عندكم الزيتون ضيفوه كيجي مع الطاجين هذا. صافي هنا غادي نضيف مطيشه دواور بهذا الشكل. هنا كيف ما شفتوا معايا ما درتش العطريه مع المطيشه اللي شحرت في الاول، درت فقط الملح وشويه ديال المعدنوس والقزبور مع ديك الزويته ومطيشه. هنا في الاخير اللي غادي نضيف العطريه درت شويه ديال الخرقوم وشويه هذا سكنجبير، الملح، شويه التحميره والقليل جدا من الكمون. هذا هو السر ديال هذا الطاجين هذا. ما كنديروش الكمون مع الكفته، كنديرو فقط الفوق ديال الطاجين بحال هكا، كيعطي ديك البنه تتكون يعني مميزه في الطاجين هذا. يعني ما تتكونش الكمون مجهد، غير شويه باش كيعطي ديك النسمه وكتكون مختلفه. وغادي نرشوا عليه شويه ديال القزبور معدنوس بحال هكا. عندكم الزيتون نضيفوه راه كيجي يا سلام مع الطاجين. وصافي كنغطيو عليه كنخليوه كيطيب، ما كياخذش منا وقت طويل، نصف ساعه كيكون الطاجين واجد. كتكون بطاطا طايبه، بصله حتى هي كتكون طايبه وكتذوب. وصافي هذا هو الطاجين ديالنا. غنخليه يطيب وغادي نرجع معكم باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا. وهذا هو الطاجين ديالنا بعد ما كيطيب كيجي يا سلام، كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى يعجبكم وما تنسونيش من الاعجاب والبارطاج. فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله.